السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولادي؟ وحشتوني ولادي، ولاد خالته لعبة، وحشتوني كتير. النهارده جايين نعمل مع بعض قرص طرية باللبن الرايب والقشطة. هنحط شمر، هنحط ينسون، هنحط سمسم، هنحط ايه؟ هنحط كل حاجة. تعالوا نشوف كده على الترابيزة هنعمل ايه. جاية معاكم النهارده يا ولادي اعمل القرص الطرية. انا معايا كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده بحط له 5 معالق سمسم زي ما انتم شايفين كده. كمان معايا لبن بودر، هحط منه معلقتين مهرمين. هتحطي معلقتين يا خالته؟ هنحط معلقتين. لو حابه تحطي 3 حطي 3. معايا شمر على ينسون يا ولادي هنا، هحط منه برضو معلقه. ومعايا سكر بودر، هحط معلقتين مهرمين. لو حابه تحطي لغايه 5 معالق حطي، مفيش اي مشكله. دخلته لعبه حطت 3 مش حطت 2، مفيش اي مشكله. معايا ايه تاني؟ معايا معلقتين خميره عشان احنا في الجو شتاء. لو الجو صيف حطي معلقة واحدة، انما احنا الجو شتاء فهنحط معلقتين خميرة فورية. وكمان معايا البيكنج باودر، دي ذرة الملح. معايا ذرة الملح. فين البيكنج باودر يا خالته؟ بيكنج باودر هحط منه معلقة واحدة. معلقة واحدة يا ولادي مع معلقتين الخميرة. اخدنا بالنا. معايا نص كوباية زيت. انا على كيلو دقيق، كل ده على كيلو دقيق يا ولادي. معايا كوبايه قشطه كمان. الله عليك يا خالته لعبه، ايه ده كل ده؟ لو حابه تستغني عن القشطه استغني، حابه تستغني عن اللبن البودر استغني. هي كل دي تعزيزات يا ولادي، ان القشطه محوشاها من على وش اللبن، او من على وش الحليب. فحابه تحطيها حطيها. اللبن البودر كان عندي في التلاجة والله بقاله فتره. هنا كان معايا لبن قاطع في البيت، لبن رايب يعتبر. ضربته بالهاند بلندر وخليته بدرجة حرارة المطبخ وخبزت بيه يا ولادي. ابقى كده انا وفرت وعملت حاجات كتيرة من البيت. السمسم كان عندي، واللبن البودر برضو كان عندي، القشطة كانت عندي، اللبن الرايب كان عندي. يا دوبك جبت كيلو الدقيق ولميت الخير اللي في البيت كله وعملت احلى قرص طرية متعززة جميلة يا ولادي كتير. هلم العجينة كده وهفضل انزل اللبن الرايب لغايه ما العجينه تتلم معايا زي ما انتوا شايفين كده يا ولادي. ده في بيتنا فيه خير. قلبي في التلاجة وفي درج التلاجة هتلاقي نفسك تقدري تعملي مقدار كيكة، تقدري تعملي مقدار زي ما انت شايفة كده، اللي هو القرص الطرية. حاجات جميلة. هنريحها شوية وهنرجع تاني تكون ارتاحت معايا. هنبتدي نقطعها بقى كرات. هنفشها الأول صح كده يا خالته؟ صح يا خالته لعبة؟ فش يعني. طلعي الخميرة اللي في العجينة بعد ما ترتاح. شايفينها خفيفة ازاي في ايديا؟ هكورها كور بقى. انا معايا عجوة والله العظيم قديمة جدا، كانت برضو في الفريزر. حضرتها كور جت مع. انا متلخبطة وفي حد بيصورني. ايوه. همسك بقى اول كورة كده ابططها، وهكون محضرة العجوة بتاعتي معايا. العجوة ديت هي كانت خارجة على درجة حرارة المطبخ يا ولادي. حطيت عليها شوية شمر وينسون وشوية سمسم. ايه ده انا لسه هكور كمان كورة. ما يجراش حاجة خالته لعبة، يلا العبي مفيش اي حاجة. يا ولادي انا حابة امشي معاكم خطوة خطوة عشان خاطر طلبة المدارس لو حابة تعملها كنشاط تعملها. طلبة الجامعة، الناس اللي بتنزل الشغل. حاجات موفرة جدا ومن البيت يا ولادي. المخبوزات دلوقتي اقل مخبوزات موصلة 40 جنيه، غالية جدا. حاجات من خير البيت. قلبي في درج التلاجة هتلاقي حاجات كتيرة تقدري تجمعي منها اي حاجة، لأولادك لإخواتك لأهل بيتك لجوزك لباباكي لنفسك. أي حاجة من البيت بتوفر كتير. شايفين العجوة حطيتها ازاي؟ وهريحها كده. أنا لميت السرة من تحت عشان ما تفتحش مني وأنا بسويها في السجاد. وهفتح واحدة تانية كده. مش عارفة خالته لعبة هتحط فيها عجوة تاني قدامكم ولا هتقول لكم ايه؟ احشي واخلص وابقى ارجع لكم. شايفين كده السمك دوت؟ شايفين السمك ده؟ هفرد التانية كده. ايوه. اخدتوا بالكم من السمك يا ولادي؟ حابين ترفعوا رفعوا، حابين تتخنوا تخنوا. انا فردت اللي فيها عجوه بقى. شايفين؟ وهعلمها بالسكينه عشان خاطر اعرفها في التسويه.
انما الساده هشكها بالشوكه كده، شوكتين فوق تحت بعض. انما بتاعت العجوه قطعتها بالسكينه زي ما انتوا حابين. حابين تعلموها باي طريقه تانية براحتكم. دول الساده يا ولادي اللي انا عملتهم، دول ساده. شكه الشوكه اهي. شايفين؟ وهنا سويتها، بصوا الله جميله ازاي ولونها حلو قوي. انا بحب اعملها فاتحه كده يا ولادي، ما بحبش احمشها، لكن هي في الطبيعي لونها حلو قوي. بالعجوه، شايفين عامله ازاي؟ انا كده معلماهم في ورا بعض العجوه. ودول الساده يا ولادي. قد ايه طعم اللبن البودر والقشطه واللبن الرايب، كل ده حاجات من البيت. اللبن الرايب ده كان لبن قاطع مني من الصيف، وحطاه في التلاجة، وبعد كده جريته يا ولادي. ما تنسونيش بقى في السبسكرايب. شايفين القطنيه ازاي وخفيفه ازاي؟ والله طعمه. ما تنسونيش في السبسكرايب، وفعلوا لي الجرس حبايب خالته لعبه. تسلموا لي يا رب. شايفين؟ يلا يا خالته، اغرتيهم يا خالته لعبه. خلاص والله يروحوا يعملوها. خلاص يا خالته، يو يا خالته. وبكده يا ولادي انا خلصت وصفتي وخلصت دقتي. يا رب اكون وصلت لحسن ظنكم، ويكون الطريقه عجبتكم. عايزاكم تجربوها يا ولادي، حقيقي بجد جميله جدا، توفير وكله من جوه البيت.